بسم الله الرحمن الرحيم. انا يا جماعه طالع الفيديو ده بس عشان اتكلم في نقطتين بس. الناس اللي هي داخله في التعليقات بتقول لي هو انت عمال بتهاجم حسام حسن واختيارات حسام حسن واللعيبه اللي هي اخدها حسام حسن في المنتخب وبتاع والكلام ده. طب انت يعني بتفهم اكتر من حسام حسن؟ لا يا اسطى، معلش مع احترامي لحضرتك انا افهم زي 10 زي حسام حسن. معلش يا اسطى مع احترامي لحضرتك انا بتابع كوره زي حسام حسن ومليون زي حسام حسن. معلش يا اسطى انا بتابع كوره من 30 سنه، كنت انت لسه في بطن امك لسه معلش. ولا انت كان ماما تلبسك بامبرز واحنا بنتابع كوره وبنلعبوا كوره وبنلعبوا في نادي الزمالك واحنا عندنا 10 سنين؟ انت كنت فين يا حبيبي؟ انا لما اعمل عمليه وبطل كوره وانا عندي 14 سنه وكنت بلعب في نادي الزمالك وعملت عمليه وبطلت كوره، كنت انت لسه في بطن امك يا اما مامتك بتلبسك بامبرز. فانا لما اتكلم على الكوره يبقى انت تسمع وما تقوليش انت تفهم اكتر من حسام حسن. طب ما انا هفهم من اكتر من حسام حسن. يعني انت يا بني ادم بقول لك الثلاث حراس بتوعك اللي انت اخدهم يا حسام يا حسن، مصطفى شوبير ومحمد صبحي وابو جبل بلعوا 11 جون اول امبارح. طب انا كده غلط؟ يعني انا كده غلطت في ايه؟ انا عايز حد يقول لي اه انت غلطان. طب انا غلطت معاك في ايه؟ طب ما هم بلعوا 11 جون بجد. ما هو معلش يعني. انت لما تسيب ناصر ماهر وتسيب احمد فتوح مع احترامي لحضرتك وتسيب حسام عبد المجيد وتسيب نيمار وتسيب دونجا. بص انا بعد لك كام واحد اهو. انا عايز حد يقول، انا مش هقول لك عبد الله السعيد كبر وسيبه على جنب وشيكابالا سيبه على جنب، طبعا زيزو مصاب سيبه على جنب، تمام. انا بقول لك مين؟ عواد، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، ناصر ماهر، دونجا. في حد تاني اللهم صل على النبي؟ احمد حمدي. لما انت تسيب 6 لعيبه دوليين منهم 3 كانوا محترفين في الخارج وتيجي تضم مكانهم اوفا وتضم محمد الشامي. محمد الشامي على فكره يا جماعه كان في الزمالك من 5 6 سنين ما عملش الا لعب 6 ماتشات ومشى. راح المصري عشان حسام كان بيدرب المصري اخده، تمام. طيب سيبك بقى من اوفا والشامي واحمد عاطف بتاع فيوتشر ده اللي هو جاب 3 اجوان طول الموسم. انت اخد يا اسطى معلش يعني اكرم توفيق صفحات الاهلي جلداه هو ومحمد هاني وضممهم الاثنين. طب ازاي يا اسطى؟ اكرم توفيق اللي هو في الماتش الاخير كان عامل فضيحه كرويه اخده وضمه. محمد هاني اللي الاهلاويه بيقولوا لك ازاي ده بيلعب في النادي الاهلي مش منتخب مصر، انت اخده ضمه ازاي؟ طب حاول تقنعني، يعني حاول تقنعني، يا اما انا غلط يا اما انت غلط يا اسطى. طب بالراحه والنبي عشان برضه انا خلقي ضيق. يعني انت سايب ناصر ماهر واخد احمد الشيخ اللي كان في الاهلي من 5 سنين ورموه. طب بلاش يا اسطى، مع احترامي لحضرتك، انت اخد سايب حسام عبد المجيد واخد محمد غنام او محمد الغنام ده مش عارف بتاع المقاولين ولا ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ يا اسطى دي مش دوره رمضانيه بنلعبوها يا اسطى، دي تصفيات كاس وتصفيات كاس عالم، فاضل ماتشين تكسبهم تروح كاس عالم يا ابن العرس. مين دول؟ مين دول اللي انت اخدهم؟ وتيجي لما تتكلم تقول لي انت بتفهم؟ انا افهم من اكتر من 10 زي حسام حسن. ايه يا اسطى في ايه؟ وبعدين معلش يعني مصطفى شلبي ده انا نسيت مصطفى شلبي. ده انا نسيت مصطفى شلبي كمان. مصطفى شلبي اللي يعتبر افضل باك وينج شمال في مصر حاليا ما مش موجود. مش موجود. حسين الشحات احسن منه، تمام. طب معلش نص الملعب دونجا ده مش موجود. يعني انت تاخد اكرم توفيق، حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، رباعي الاهلي، وما تاخدش واحد من الزمالك؟ ليه يا اسطى؟ كل ده عشان معلش يبقى انت تحت باط الاهلي وانت هتفضل موجود في المنتخب والكلام ده؟ وغلاوه امي وامك هنتغلب ماتش بتاع تصفيات كاس ومش هنصعد كاس عالم، وانا قاعد وانت قاعد والايام ما بيننا. وعايز واحد يجي يقول لي انت بتفهم اكتر من حسام حسن ولا يهزر عشان انا اللي في رجلي احطها له في بقه. انا قاعد وانتوا قاعدين والايام ما بيننا هي اللي هتحكم. كل رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين.